السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة هنعمل مع بعض كشك ألمظ. الوصفة دي قديمة جدا وسريعة ومفيش أسهل منها. نسمي الله ونصلي على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معايا هنا كده معلقتين كبار من الرز المصري مغسولين ومنقوعين نص ساعة، نصفيهم كويس وحطيناهم في حلة سخنة كده من غير أي مادة دهنية، وحطينا كوباية من المرقة اللي هي الشوربة، حطينا شوربة البطة. طب الكشك بيتعمل من الشوربة تكون دسمة، تمام. حطينا هنا وهنسيب بقى الرز لحد ما يتهرى ومبقاش فيه معالم خالص للرز. ومعايا هنا كده طاسة حطينا مادة دهنية وبصلة كبيرة متقطعة قطع كبيرة زي ما انتوا شايفينها كده، بلاش تبشريها، احنا عايزينها بالمنظر ده، وهنسيبها لحد ما تتحمر. لو أول مرة تشاهدوا القناة اضغطوا سبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل فيديو جديد، ولو عجبكم الفيديو اضغطوا لايك. معايا هنا كده في الطبق معلقة كبيرة من النشا ومعلقتين كبار من الدقيق، ومعايا كوباية لبن اللي هو الحليب. هنبتدي كده اللي احنا ندوب النشا والدقيق كويس قوي بكوباية اللبن. احنا هناخد كوباية اللبن كلها، بس بحط شوية بشوية علشان خاطر أدوب الدقيق والنشا. مقادير الكشك بسيطة جدا وسهلة. بصوا كده انا اهو حمرت البصلة، اللون ده تمام قوي، مش هغمقها اكتر من كده علشان ما تمررش معايا. هاخد منها معلقة واحطها على الكشك بعد ما الرز ما اتهرى، ونزلت كوباية اللبن بالدقيق والنشا. لو عندي قطع من الفراخ، صدر فراخ كده بايت عندك ولا حاجة، بتقطعيها قطع تكون مسلوقة مستوية، تمام. وهنزلها في المرحلة دي واديها تقليبة وتاخد غلوتين مع اللبن والرز والنشا والدقيق والكلام ده كله. وهنظبط طبعا الملح لان احنا المرقة زي ما قلت لك مظبوطة، بس طبعا علشان حطينا شوية الحاجات دي فهيعوز شوية من الملح. باقي البصل بنبتدي ان احنا نزين بيه اطباق الكشك زي ما انتوا شايفينه. بألف هنا وشفا علينا وعليكم، يا ريت تجربوه بنفس الطريقة، مفيش اسهل واسرع من كده. طريقته سهلة جدا، ولازم تظبطي الملح بعد ما بتخلصي كده، تظبطي الملح. ولو عندك قطع فراخ بيبقى طعمه جميل جدا بقطع الفراخ. بألف هنا وشفا عليكم وعلينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.